مشكلة كبيرة بتقابل معظم الناس إني باحاول أجمّع كلمات عشان حصيلة كلماتي تكبر وتعلى في الإنجليش فابقى more fluent. جميل جدًا، بس بقينا عارفين طرق كتير نقدر نجمّع بيها كلمات، والله هاقرا، هاسمع أغنية بالlyrics، هاتفرج على short video بالsubtitles، يعني بقينا نعرف إزاي نجمّع كلمات. الأصعب وهو فعلًا صعب إن أنت تفتكر الكلمات الجديدة أو العبارات الجديدة في الإنجليش وتعرف تستخدمها في اللغة فحصيلتك تعلى وتكبر وتبتدي تبقى more fluent. هاقول لك على كام تريكاية كده تستخدمهم عشان تفتكر دايمًا الكلمات من غير ما تنساها. Number 1، حاول تربط أي كلمة أو عبارة جديدة بمثل، بإفيه، بنكتة، بصورة، بحاجة في خيالك. يعني مثلًا في الإنجليش عندنا حاجة اسمها في الpronunciation the word stress. فأنت مش عارف تجمّع الtitle أو المصطلح ده في خيالك أو في مخّك، مش راكز. إحنا في حاجة خدناها في الpronunciation كنت قُلت أنت عليها يا مستر أنا مش فاكر هي إيه. مثلًا كلمة stress دي أو word stress اربطها بموقف مضحك أو لقطة مضحكة من فيلم، زي مثلًا مصري العربي لمّا قال وعليكم السلام، وبعد كده راح قايل شُفتِ استرسيت له على السين. دي حاجة ممكن لو ربطتها بعبارة زي دي وده مجرد مثال، هتقدر تفتكر دايمًا المصطلح ده، وهكذا. دي تريكاية هتساعدك مش تحفظ، لأ تحتفظ بالعبارات في دماغك، ولكن طول ما أنت شايلها جوّه بس وما بتطلّعهاش برضه هتروح منك. لازم نستخدم الكلمات كتير سواء نقراها أو نقولها أو نسمعها عشان تثبت أسرع. Try it yourself.